باريس سان جيرمان كسب 2-1 في ماتش في الدوري الفرنسي، والدنيا كويسه والحمد لله وتمام. الجون الاول جاب دوزر دوي. طبعا دوزر دوي مش محتاجين نتكلم على مدى حلاوته وشياكته وطعامته وجماله والكلام ده كله، طبعا ايه فوق الكلام ده كله. الحاجه الثانيه ان دي كانت فرصه مناسبه جدا، لان احنا اصلا كسبنا الدوري وعايزين اللعيبه تريح، فكان ايه في شويه مدوره كده، فايه شفنا شويه لعيبه ثانيه برضو تحس ان هم قشطه ليكوا مستقبل. الحاجه الثالثه هو الجون الثاني. اتفرج على الجون الثاني اتلعب ازاي من باركولا لمين يا لهوي يا لهوي على الجمله. اتفرج على الجون. هو طبعا يعني الكوره ما كانتش تبقى مقصوده انها كانت تبقى اسيست، بس في الاخر اتحسبت اسيست فتمام يعني. كل ده بقى على جنب، كل ده على جنب خالص. تعالى لي بقى في المشكله اللي عند باريس سان جيرمان. مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم يا باشا هو التمركز في الكور العرضيه او الكرات العاليه. تخيل انت بقى مين احسن فريق بيلعب ضربات حره وكورنرات؟ ارسنال. يعني احنا مشكلتنا ارسنال المتميز فيها. دي مشكله لازم نشوف لها حل بسرعه قبل ما نلعبهم. طبعا ده بشكل يعني بشكل على وجه السرعه، ما ينفعش، لان احنا لو دخلنا ماتش بالمستوى ده كان الفريق المعفن ده دخل فينا جون كورنر عشان احنا مش متركزين صح، ما بالك ارسنال هيعمل فينا ايه. الحاجه اللي مطمناني دي كان الحمد لله ارسنال داخل في فورمه اللي هو ايه، يا عم ده باريس سان جيرمان قشطه قشطه سهله سهله سهله، يا رب يفضلوا كده يا رب، عشان لما كده نديهم واحده كده على قفاهم يوم بايه يعرفوا فعلا ان ده باريس سان جيرمان، كنا نحترمه اكتر من كده.